اوعى تكون فاكر او انتي تكوني فاكرة ان ال100 جنيه ولا ال200 جنيه ولا ال1000 جنيه ولا الخاتم الذهب اللي بتجيبيه لامك او بتجيبه انت لامك، ده حاجة من وسط الحاجات اللي هي هتطهالك. اوعى تفتكر ان ده من خيرك انت، ده من خير ربنا ثم خيرها هي عليك. ليه؟ لان ربنا بيرزقك عشانها. اول ما هي هتموت هيقولك ماتت التي كنت ارزقكم من اجلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم مروة من قناة صور مروة وزهرة، بسلم على كل حبايبي في كل مكان وبقول لكم مسا الفل على الجميع. النهاردة سرقة اللوك بتاع اسمع كلام ستك. معلش يا ستو، سرقت اللوك بتاعك النهاردة عشان انا بحبه جدا وكان نفسي ان انا اعمل بيه فيديو من زمان. جاية النهاردة نعمل مع بعض فيديو عن الام والحما وهدية عيد الام. زي ما انتوا طبعا قريتوا بقى على الفيديو من بره اللي قلت اللي امه بتدعي له احسن من اللي امه بتديله. دي حاجه حقيقيه فعلا. يعني ايه؟ يعني طبعا ده مثل شعبي احنا كلنا عارفينه، بس في ناس ممكن ما تكونش عارفاه. المقصود منه ان دعوه الام بالدنيا وما فيها احسن كتير من ان انا استنى من امي حاجه او استنى منها فلوس او استنى منها ورث. الدعوه بتاعت الام دعوه جميله جدا جدا جدا، احلى دعوه في الدنيا. يعني ايه؟ طبعا دعوة الحما ودعوة الام احلى دعوتين في الدنيا. ناس كتير بيكلموني بيقولوا لي ان في اولاد يعني عاقين يعني بالام، وما مش بيحترموا الام ومش بيحترموا السنين اللي تعبت فيها الام في تربيتهم وفي حملهم. طبعا فرصة جميلة قوي ان خلاص الشهر الجاي عيد الام يا جماعة. طبعا الام ملهاش عيد معين في يوم معين، ولكن الأم أم في كل مكان وفي كل زمان. لازم من دلوقتي نبدأ نجهز مبلغ محترم ونحوش بقى. الناس اللي ما بتقدرش ساعة عيد الأم ان هي توفر هدية حلوة لأمها ولا لحماتها، لازم من دلوقتي بقى فرصة اهو. قدامكم شهر وشوية نحوش مبلغ محترم كده عشان نجيب هدية لأمنا وحماتنا. يعني لازم نحوش مبلغ مثلا يكفي هدية للأم، والتانية هتبقى هدية للحما، والهدية التالتة هتكون ليا أنا. طبعا بهزر معاكم. ولكن أنا عايزة بجد فعلا الناس اللي هي مقاطعة يعني أمهاتها سواء رجالة أو ستات، يا جماعة صدقوني والله الناس دي بتكبر ومش هتعيش قد ما عاشت. قد ايه الأم دي حاجة فعلا ما بتتعوضش. في ناس مقدرة الموضوع ده كويس جدا جدا جدا، وفي ناس للأسف للأسف اللي مقاطع امه واللي مقاطعه حماتها واللي يعني بيستخسر المكالمة، يعني يرفع التليفون يكلم امه راجل او ست. صدقوني والله الناس فعلا دي مش هتعيش قد ما عاشت، وهم كل ما بيكبروا بيحتاجوا مننا حنية وبيحتاجوا مننا متابعة اكتر من الاول. يمكن حنية والمتابعة اللي هم محتاجينها دي احنا اللي خدناها منهم واحنا صغيرين. اعرف ناس اهم حاجة عندهم ان هم يجوا يمدوا ايديهم لامهم، ورجالة وبشنبات. ما كانتش الام تديهم او بعد ما تديهم مباشرة، وتديهم منين؟ تديهم من معاشها، يقطعوها وما يجوش تاني غير لما يحتاجوا تاني. بالذمة انت ابن؟ بالذمة انت تستاهل الام دي؟ الام اللي لسه بتدي، اللي قربت تموت ولسه بتدي. وللأسف ما بنعرفش قيمة الناس دي غير بعد ما بيفوت الأوان. يعني حد فيكم كده يعني يجرب كده ان هو كان زعلان من امه او ابوه وتوفت، احساسه دلوقتي عامل ازاي؟ يقول لنا في التعليقات. هو ندمان ولا لا؟ ندم ولا لا؟ شايف نفسه ان هو كان على حق ولا لا؟ صدقوني هنعرف من التعليقات بتاعتكم ان شاء الله. احنا اللي بنعمله ده او اللي بعض الناس فينا بيعمله من مقاطعة، ده صح ولا غلط؟ هتقولولي في امهات بتبقى قاسية، وفي امهات بتوقع بيني وبين اخواتي، وفي امهات هي سبب خرابي في بيتي مع جوزي، وفي امهات هي بتفرق بيني وبين اخواتي. هقول لكم الام امه، والرسول عليه السلام وصانا بالام ثم الام ثم الام ثم الاب، 3 مرات الام. وقال لك لو كانوا كفار صاحبهم في الدنيا معروفا، ربنا قال كده، وصاحبهم في الدنيا معروفا.
في ناس عارفة يعني ايه ام، عارفة يعني ايه ضفر الام، وحاطة امهاتها على راسها، ما شاء الله، على راسها من فوق بجد والله. وفي ناس ما تعرفش يعني ايه ام. انتوا فاكرين الام دي ايه؟ ده كفاية اللحظة اللي هي ولدت فيها وكانت روحها بتروح فيها، ويقول لك سبحان الله، سبحان من خرج روح من روح، يعني خرج انسان من جوه انسان وانقذ الروحين مع بعض. النهاردة هتكلم في دعوتين. اول دعوة هي ان احنا نصالح امهاتنا وابهاتنا، نصالحهم قبل ما يروحوا مننا. مفيش حاجة اسمها مقاطعة، مفيش حاجة اسمها بعد، مفيش حاجة اسمها تليفون للام. الام زيارة، الام كل حاجة حلوة، كل حاجة تستطاع أو لم تستطاع ان تفعلها لازم تعملها عشان خاطر امك. الدعوة التانية هي ان احنا من دلوقتي نبدأ نجهز هدية عيد الام لكل ام ولكل حما. نجهز احلى هدية في الدنيا على قد ما نقدر، على قد ما نقدر. كل واحد فينا عارف ظروفه ايه، اللي قادر ان هو يجيب في وقت ساعتها كان به، اللي مش قادر يبدأ من دلوقتي يعين حاجة على جنب كده عشان يجيب هدية كويسة جدا للأم، ويجيب هدية. وزي ما هنجيب لأمنا لازم نجيب لحماتنا، لازم. يلا بقى فرحوني في التعليقات وقولوا لي اللي منكم ناوي يعمل او يشترك معانا في الدعوة دي، دعوة الصلح. ان انا ابدأ انا بالصلح حتى لو انا ما كنتش غلطان، حتى لو انا مش العيب فيا، حتى لو انا مش اللي عملت الغلط او عملت المقاطعة. ابدأ انا وخليني انا احسن عند ربنا. فرحوني في التعليقات، ما تنسوش اللايك والشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس اللي مقطعة امهاتها.